السلام عليكم، ازيكم جميعا. النهارده وصفه لذيذه وطعمها حلو جدا للناس مدمني خبز بالطحين الابيض. ده هيبقى بديله ان شاء الله. ده فايبرز اكتر، بروتين اكتر، مفهوش اي اضافات للطحين الابيض. هيبقى سهل جدا وان شاء الله مكوناته تبقى متوفره عند الناس كلها. يا ريت لو عجبك الفيديو تديني لايك، واللي اول مره يشوفنا وما اشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلك كل محتوى جديد مننا. ويلا بينا نعمل الوصفه سوا، وانا هكتب لكم المقادير تحت الفيديو ان شاء الله. دول انا وزنتهم. انا الاول هضيف في العجانه كوب واحد بس من طحين القمح الكامل. دول عملوا 2.5 كوب او 2 كوب ونص. ودي ميه دافيه يا جماعه للعجن، ميه دافيه. دي حوالي هنحط في الاول، هنعمل كده تيست بنص كوب عليهم كيس خميره فوريه. دي اللي انا استخدمتها في الوصفه. التيست ده بيخلينا نشوف الخميره شغاله ومتفاعله معانا ولا لا. ودي معلقه صغيره من السكر. السكر هو اللي هيتفاعل مع الخميره، من غيره مش هتتفاعل الخميره. ضفت شويه طحين اللي هو القمح الكامل، وعليهم طحين البروتين. بس هو ده التيست بالظبط اللي انا هعمله، يعني مش هعمل اكتر من كده. هعمل حته عجينه صغيره كده وهقلبها كويس. لو خمرت وعليت مني كده الخميره هتتفاعل معايا، وان شاء الله العيش ينفخ معايا. للناس اللي مش حابه رشه السكر يا جماعه تستغنى عنها، او معلقه صغيره السكر تقدري تستغني عنها. بس الخبز مش هيبقى يعني بينفخ معايا، هيبقى خبز بس طعمه حلو، بس مش عالي، مش هينفخ معايا. اللي بيتفاعل اتفقنا السكر او العسل. دي الحاجتين الاتنين اللي هتخلي العجينة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. مش عايزاه منفوخ، خلاص استغني عن السكر او العسل، او لو عايزة تحطي عسل براحتك برضو. طبعا زيت الزيتون مهم جدا جدا في الوصفة دي. انا ضفت زيت الزيتون كل ما احس ان العجينة محتاجة تبقى طرية. الطحين القمح الكامل بيخلي العجين ناشف شوية، لازم العجينة تبقى طرية. ودي رشة ملح انا ضفتها، ودول شوية بذور يعني بيدوا طعم حلو جدا 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 للخبز. تقدري تضيفي اي نوع بذور انت تفضليها. انا كسرت اللي هو العباد الشمس، والباقي ضفته زي ما هو. اي نوع تفضليه ضيفيه. كل ده حلو جدا، بيدي طعم جميل جدا للخبز. طبعا انا عجنت بقيه الوصفه ببقيه مقادير الطحين بتاعي والبذور ورشه الملح وزيت الزيتون، وباقي مقدار الميه بتاعتي. الميه كلها هتتحط في العجانه دافيه. كل المقادير هضيفها في الاخر لما الاقي اول قطعه عندي خمرت وتفاعلت، هضيف الباقي كله في العجانه. وطبعا اتفقنا ان العجينه عشان تبقى طريه بضيف زيت زيتون. حسيت ان هي ناشفه شويه بضيف يعني نسبه الميه تكون ضعيفه جدا، قليله جدا، لحد ما العجينه شوفي بتنضف العجانه لوحدها. بتبقى العجانه خلاص هي نطفت كده، تعرفي ان العجينه خلاص لمت وبقت حلوه. بصوا طريه خالص خالص، لازم تكون طريه وفي نفس الوقت ملمومه كده. العجينه عندي ناجحه. ضفت شويه زيت زيتون تاني وعجنت، وهي اوريدي خلاص مش محتاجه ميه، هي لما بس زيت الزيتون بيديها اكتر يعني مرونه، واكتر ان هي تبقى طريه زي ما انتوا شايفينها في ايدي كده. في الاخر هرش رشه زيت زيتون كده، وهسيبها زي ما هي في العجانه، واغطي عليها لحد بقى ساعتين تبقى منفوخه وحلوه كده. هقدر بقى ان انا اقطعها بالاحجام اللي انا محتاجاها، او محتاجه الحجم الخبز بتاعي فيه. هقطعها. انا تقريبا دول عملوا 6 قطع حلوين، يعني خبز حجمه كويس. بشويه طحين القمح الكامل هطلعها كده، وعلى السطح هرش برضو تاني رشه طحين قمح كامل، وهفردها
وهقطعها حسب الحجم اللي احنا عايزينه. بعد كل خطوة احنا بنعملها لازم نسيب العجينة تخمر معانا، يعني بعد العجن لازم تخمر، بعد التقطيع لازم تخمر، بعد الفرد لازم تخمر. كل يعني شوية ضرب كده في العجينة لازم نسيبها ترتاح، علشان الراحة بتاعت الوقت اللي احنا بنسيبه لراحة العجين هو ده اللي بيخلي الخميرة تتفاعل وتشغل العجين تاني والعجين ينفخ معانا. فانا بعد ما قطعتهم دلوقتي سبتهم يرتاحوا 10 دقايق، وبعد 10 دقايق هاخد اول واحدة انا قطعتها، هبدأ من اول واحدة انا اخدتها في التقطيع، هفردها السمك اللي انا عايزاه. طبعا ما نفردهاش قوي ونخليها خفيفة قوي علشان يعني تبقى تنفخ معانا، ويبقى فيه كده ايه من جوه كده، تحسوا انه انتوا ايه، لا في خبز كده من جوه كده والبذور باينه ومش خفيفه. بصوا خلاص انا بقى ايه، شويه طحين على الوش وشويه طحين من تحت وهفردها. وبعد الفرد ده كله، بعد ما اخلص ال6 قطع هغطيهم بفوطه مطبخ. بعد ما اغطيهم بفوطه مطبخ هسيبهم يرتاحوا شويه قبل ما اخبزها. هخبزها في الفرن وهخبزها على النار في اي حاجة على النار، في اي طاسة على النار. يعني الخبز ده ميزته انه ينفع ندخله الفرن وينفع ان احنا نخبزه على الحرارة بتاعة البوتاجاز بتاعتنا. الاتنين طعمهم حلو وانا شايفة الاتنين ناجحين، انتي ليكي الاختيار. ده بعد 10 دقايق انا هبدأ باول خبز الاول واحدة، زي ما قطعت اول واحدة هبدأ اخبز اول واحدة فردتها. انا يعني كانت اول تجربة ليا ان انا دخلته الفرن على اعلى درجة حرارة وفي اقل وقت لازم نشيله. انا دخلته على الصاج ودرجة حرارة عالية جدا، يعني نفخ مني وخد لون، قلبته الناحية التانية تقريبا ما خدش من 2 ل3 دقايق في الفرن. يعني انتوا بتفضلوا واقفين كده مش بتسيبوا الخبز. على صاجة بقى على النار برضو تكون سخنة، مش لازم ابدا ابدا تكون مدهونة حاجة. بصوا بقى بالشكل الجميل ده، منفوخ معايا، طعمه حلو جدا، البذور فيه طعمها حلو وريحته حلوة، ويعني بضمن لكم خبز بدون طحين ابيض من الشارع للناس اللي ما تقدرش تستغنى عن الخبز ده. تقدري تاكلي بيه كل حاجة، فتقدري تستغني عن الطحين الابيض من الشارع وتقدري انك تعمليه. تغطيه بقى بعد ما يطلع من على الصاجة او من الفرن، تغطيه شوية عشان الفوطة دي هتخليه يبقى طري اكتر، وتحفظيه بقى في التلاجة وتاكلي منه زي ما انت عايزة. بصوا شكله، انا عن نفسي اتبسطت بيه جدا وحبيته بكل انواع الاكل في البيت. بتمنى الفيديو يعجبكم، التجربة تعجبكم، وان شاء الله اراكم في وصفة جديدة وتجربة جديدة ناجحة باذن الله. السلام عليكم.